السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جمعه مباركه علينا وعليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطارنا يوم الجمعه. تعالوا نشوف مع بعض. بس الاول احب اشكر كل متابعين الجداد وكل الناس اللي نورتني في القناه، واحب اشكر ابله اسماء من السويس. احب اشكرك جدا، انتي انسانه محترمه. بصراحه بجد والله من احلى الناس اللي اتعاملت معاهم. يلا بقى يا حبايبي نشوف فطرنا ايه النهارده. احنا كده معانا النار على طاستين، طاسه للبتنجان. اهو البتنجان غسلاه ومظبطاه. والبطاطس كنت بختبر كده الزيت زي ما انتم شايفين. كنت بختبر الزيت، وهنا بدأت ان انا احط البتنجان بعد ما زيت البتنجان قدح اهو. وهنا الفلفل والشطة، انا غرزة السكينة كده فيهم يا جماعة عشان خاطر ما يفرقعوش في وشي لا قدر الله يعني. وهنا برضو جبت حاجات السلطة، طماطم وخيار وجزر وفلفل وليمون وشطة وخضرة. وهجيب بصلاية بس في الاخر. هبدأ بقى ان انا كده واحدة واحدة اخرط الطماطم زي ما انتم شايفين، وعيني على الزيت بتاع البطاطس. ادح حطيت البطاطس، وعيني برضو على الزيت بتاع البتنجان. واهو خلصت الطماطم اللي معايا اهو. بقطع برضو في السلطة، وانا عيني على كل حاجة محطوطة يا جماعة. عيني على زيت البتنجان وعيني على البطاطس زي ما انتم شايفين اهو. بدأت ان انا اكمل تخريط السلطة زي ما انتم برضو شايفين اهو. بدأت برضو ان انا اقلب البتنجان عشان كان احمر على الجنب التاني اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وكل اللي يشوف الفيديو يحط لايك عشان يرفع الفيديو. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت طلعت طاسة البتنجان سوري اللي كنت عاملاها دي، وكنت حطيت بقية البتنجان. وهنا كنت خلصت برضو السلطة وركنتها. هنا جبت البتنجان برضو اللي طلعته يا حبايبي، رصيته كده في الطبق وحطيت عليه الدقة بتاعته، توم بملح بهريسة بليمون بخل. هنا برضو يا حبايب قلبي اهو حطيت بقى الفلفل بقى والشطة بتوعنا. قلت لكم من غزاه بالسكينة كده عشان خاطر ما يطقش في وشي. وهنا بقى كنت بتك على البتنجان يا حبايبي بالمعلقة، زي كمخه كده بس المفروض بايد، بس انا عملته بالمعلقة اهو. هنا بقى جبت السلطة نزلت عليها بالبصل، قطعته رفيح كده ونزلت عليها. وهنا برضو كنت بقلب الفلفل بالشطة زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى برضو قلبت السلطة اهي ركنتها. جبت بقى التوابل معايا، كمون معايا، ملح معايا، هرسة الشطة بس كانت خلصانة معايا، خل معايا، ليمون. جبت كده الخلطة اللي انا عاملاها بالثوم والحاجة، للفلفل والبتنجان بالثوم والملح والحاجة. وحطيت برضو منها حبة الهريسة. هنا كان عندي نص حتة جبنة قديمة، خدت نصها، عندي قطعة خدت نصها. جبت حبيتين طماطم هبدأ ان انا اقطعهم رفيع زي السلطة عليهم. وهنا برضو كنت طلعت الشطة والفلفل اهو زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. انا استكفيت بس واحدة بطماطمية واحدة اهو. وجبت خيار برضو، نص الخيار اللي كانت باقية من السلطة ونص قرن الشطة. وهنا جبت برضو البتنجان اهو، حطيت عليه خل وكمخته تاني بالمعلقة زي ما انتم شايفين. وحطيت عليه ليمون، طبعا اما ليمونه بيكون زيادة يا جماعة بيبقى جميل. وهنا برضو الصينية كنت بوريكم ان البطاطس والبتنجان اول حاجة خلصوا. وهنا معايا الفلفل والشطة برضه هحط عليهم الدقة والليمون والخل اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. وهنا رحت عشان اطلع البطاطس عشان كانت خلاص نشفت. وهنا رشيت رشة ملح على البطاطس ورشة كمون. وهنا حطيت حبة خل وتبلت برضو الشطة والفلفل. هنا بقى معايا يا جماعة الطماطم، الجبنة بالطماطم سوري اللي احنا عملناها دي، حطيت عليها طحينة. الطحينة دي كانت عندي في التلاجة للأمانة، وحسيت ان هي عايزة كمان حتة جبنة. رحت جبت من الحتة اللي هناك من نص خرطة يعني اللي كنت شايلاها. وهنا معايا بقى السلطة اهي، حطيت عليهم حبة مية ساقعين وحطيتهم كده، فضيت كده في طبقين، مليت طبقين. هنا بقى خلاص يا جماعة كنت بشطب الأكل. هنا دي ملوحة اللي في الطبق ده، اللي في العلبة دي ملوحة زي الفسيخ كده يا جماعة، عشان اللي مش عارف برضو الملوحة اهي جميلة جميلة جميلة. حطيتها برضو. وهنا ولعت النار وحطيت الزيت بتاع البطاطس عشان خاطر اعمل الطعمية. وهنا الفول برضو معلقة عليه، هرشيت على عجينة الطعمية حبة كزبرة ناشفة. هنا بدأت ان انا بالمعلقة اخد واحط في الطاسة، اخد واحط في الطاسة
وكل شوية برضه كنت باقلّب في الفول، أهو بدأت إن أنا أقلّب الطعمية عشان ما تنشفش منّي. وهنا بقى يا حبايب قلبي طلّعت الطعمية بتاعتنا، أنا ما باحبهاش ناشفة أوي، أهي ونقلتها برضه في طبق تاني عشان الزيت. وهنا برضه كان معايا رز بسمتي من امبارح للأمانة، برضه سخّنت طبق. أتمنى بقى يكون فطارنا عجبكم، أتمنى أكون خفيفة على قلوبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، مع السلامة.